السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا في احوال وصحه جيده يا رب. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله يا ربي غنشارك معكم واحد الغديوي او العشيوه كيف ما بغيتو، بمقادير بسيطه وسهل وكيجي غزال. هاد الوصفه الاصل ديالها اسباني وكيسميوه الروز الا كوبانا. وبلا ما نطول عليكم دوزون طريقه التحضير ونذكر معكم المقادير في نفس الوقت. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا المقيله، غادي نضع فيها معلقه كبيره تقريبا الزبده اولا ديروا الزيت اللي بغيتو. درت هنايا البصله كبيره حتى هي مشلده، وتضيفوا هنايا الثومه. انا غنضيف عندي هنايا الثومه مع المعدنوس مطحونين مع الزيت اللي كنحضرهم دائما كيكونوا عندي موجدين. يعني الا ما كانش غديروا سنوف ولا جوج ديال الثوم تدخلوهم تما. صافي رشيت واحد رشه المليحه وكيبقى على حسب الذوق. ومن بعد ملي هبطت البصيله واحد شويه ضيفت لها فلفله خضراء، بامكانكم تضيفوا فلفله حمراء اولا اللي عندكم. هنايا كان عندي واحد البوتنجاله هكا ونص كانوا باقيين لي. المهم الخضر كتضيفوا اللي بغيتو، يعني تضيفوا القرعه تضيفوا الجزر اللي بغيتو. المهم انا هادو الخضر اللي كانوا متوفرين عندي درتهم. صافي ملي كيطيب لنا ديك البوتنجال يعني كيطيح كنزيدوا عليه هكا واحد تقريبا واحد 3 ديال الصلصه ديال الطماطم. عندي الطماطم المعلبه مطحونه اولا تحكوا مطيشه عاديه حتى هي وتضيفوها في الاول مع بوتنجال. صافي باش نسموها مثل واحد 2 وريقات ديال سيدنا موسى اولا وريقات ديال الرند. غنخليهم حتى تشحر ديك المطيشه وغادي نرجع معكم. وهاد صلصه الطماطم والخضر اللي كنوجدوا راه غنرافقوها بالروز الابيض او الروز المسلوق في الماء. هنا كما كتشوفوا راه الماء غيبان لكم شويه بحال اللي فيه خضوره، حيت سبق لي وسلقت فيه البروكولي لانني احتاجت وصفه واحده اخرى وقلت ما نضيعش ديك الماء، راه فيه الفيتامينات ديال البروكولي نسلق فيه الروز. صافي هنا الصلصه ديالنا كما تشوفوا راه تشحرت، ومني كتشحر وتسالي غادي نضيف لها واحد شويه ديال زيت الزيتون، الزيت البلديه، واحد رشه المعدنوس. دائما كيعجبني المعدنوس حتى الاخر حيت كيبقى بديك النكهه ديالو وحتى ديك اللوين حتى هو كيعجبني. صافي غادي نغطي عليها وغادي ندوزو باش هنايا عندي واحد البلاطانو ماتشو او واحد النوع من البنان اللي كيكون ماشي حلو قاصح، ولكن هذا ماشي ضروري. لما كانش ديروا عين البنان العادي، شرط انه يكون اللون ديالو خضر يكون باقي يعني ما طايبش، او لا تقدروا تستغنوا عليه ماشي مشكل. يعني انا كنديرو بعض المرات الروز لا كوبانا كنديرو غير بالروز وديك الصلصه ديال المطيشه والبيض مقلي. صافي هنا في هذا الوقت هذا بينما كنت كنقلي ديك البنان، كنعمل هنايا الروز بحال كويس اولا زليفه، المهم باش يجينا الشكل ديالو كما هو البلاطو الاصلي. صافي حطيته هنا في هذا الطبسيل وغادي نوضع عليه شويه من ديك الصلصه اللي وجدت اللي فيها البوتنجال ومطيشه والفلفله والبصله. كتجي رائعه كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. صافي كنرافقوها بديك البلاطانو والبيض مقلي، يعني غديروا البيض على حسب الرغبه، وحده ولا جوج شحال ما بغيتو كل واحد يعني شحال ياكل. صافي زينته بحال شويه د عريشه المعدنوس والحار اللي ضروري منه هذا كاضافه وكيبقى على حسب الذوق كل واحد. صدقوني هاد البلاطو راه كيجي غزال وكيجي ساهل، وكما كتشوفوا يعني الخضر اللي عندكم توجدوها به، يعني ماشي ضروري هذه ولا هذه. وكيبقى واحد البلاطو اللي غني بالبروتينات والفيبرا والبوتاسيوم والفيتامينات يعني كامل، وما نعاودكمش على المذاق كيف كيجي، يعني سهل واقتصادي. كنتمنى الفيديو اليوم او الوصفه اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم، وكنشكركم على حسن المشاهده. وما تنسونيش بلي لايك. نتلاقاو فيديو اخر مع وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.